سلام. اليوم راح نعمل مع بعضنا سابلي بذوق الليمون ولا ديليسو سيترون. اليوم راح نعملوه بطريقتي. شوفوا مع بعضنا طريقة إعداد الوصفة والمكونات نحتاجوهم للوصفة تاعنا خطوة بخطوة. نبدأ بسم الله. هنا كمرحلة أولى اليوم راح نبدأ بالعجينة تاع السابلي. هنا عندي 125 غرام تاع زبدة لازم تكون طرية. نزيد لها 70 غرام تاع سكر ناعم ولا نصف كأس تاع سكر ناعم. نزيد هنايا صفار بيضاء ورشة ملح. نزيد هنايا برش ليمون ومغرف صغيرة معمرة تاع فانيلا. ونزيد هنايا لا باتاغون تاع الليمون ولا منكه الليمون. ونخلط المكونات مليح مع بعضهم. نهبط الخليط تاعي ونكمل نطلع يعني نحركه مليح ولا نطلعه مليح بالخلاط الكهربائي. في المرحلة هذه نزيد مغرف كبيرة نشا. نزيد هنايا أقل من ربع مغرف صغيرة تاع قهوة تاع خميرة كيميائية. هنايا يعني ما لازمش نكتر، لازم غير نحط كيما قاعدين تشوفوا على راس المغرف. ونبدأ نلم بالفرينة. هنا أنا لميت تقريبا جاتني كاس وربع. زدت عليه شوية تاع فرينة. الكاس تاع يعني الربع هذاك زدت له غير شوية مش ياسر. مهم تلموا العجينة تاعكم لازم تكون حاكمة روحها وتاني طرية وما تلصقش في اليد. هذا هو القوام اللي نحتاجوه للعجينة تاع السابلي تاعنا كيما قاعدين تشوفوا طرية وتاني ما تلصقش في اليد. نبداو نطبعوا العجينة تاعنا للسابلي تاعنا. نرش كمية قليلة تاع فرينة بالطريقة هذه ونحل العجينة تاعي. تقريبا السمك تاعها يعني 4 مليمتر. كيما قاعدين تشوفوا لازم هنايا الطابع تاعنا لازم يكون بنفس المقاس تاع المول تاع السيليكون. وهنايا كي نبداو نطبعو كيما قاعدين تشوفوا اذا احتجنا الفرينة شفنا الطابع تاعنا يلصق نستعملوا الفرينة يعني نحطوا شوية فرينة في الطابع. اما يعني لا ما لصقش يعني هاي يسمى مش تحتاجوا للفرينة. هنا كي نطبعوا ونزيدوا نلموا العجينة تاعنا ما لازمش نعجنوها به الشكل تاعنا ما يفسدش. يعني راح نلموا كامل كلش على بعضاه بلا ما نعجنوه ونزيدوا نعاودوا نطبعوه. هنا في المرحلة هذه نحطوا في الفور على 160 درجة ويكون الفور تاعنا سخون. يعني من نبداو احنا يعني نبداو بالعجينة تاع السابلي ديجا يعني انا حطينا الفرن تاعنا يسخن. انا نطيبتها على 160 درجة. انتوما ونوعية تاع الفرن تاعكم.
هنا في المرحلة هذه نبداو نعملو الشوكولا. هنا في الحالة هذه ما عنديش انا الملون الخاص بالشوكولا، ما استعملتش الملون. هنا ما تحطوش اي ملون، لازم ملون خاص بالشوكولا. يعني ما تزيدوا زيت، ما تقولوا نستعملوا ملون واحد اخر يعني مش خاص للشوكولا، لا، لازم ملون خاص بالشوكولا. يعني الوصفة بتنجح لكم يا تعملوا كيفي ما تزيدوش ملون، انا ما زدتش ملون، يا تعملوا ملون خاص بالشوكولا. هنايا بعد ما طليتهم بالبنسو نحطها في المجمد ونروح لهنايا كما قاعدين تشوفوا. عندي نواد كوكو تاعي ولا جوز الهند رحيته، زدت عاودت رحيته مليح. وهنايا نبدا نحط عليه نبل الحشو تاعي، نبلو بالحليب المركز. في الحالة هذه انا استعملت الحليب المركز باه يخلي لي الصابلي تاعي ما يفزدش في ساعة، يعني راح يكون يبقى لأطول مدة ممكنة. نزيد هنايا منكه الليمون ونبدأ نحرك الحشو تاعي. والحشو تاعي لازم يكون أطري، ما يكونش حاكم روحه، بالطريقة هذه. هنا كيما قلت لكم لازم نرحيو نواد كوكو باه القوام تاعو مش باه ما يقلقناش ويعود كيما نقولوا حنايا يجينا شايح. ويعني حتى القوام تاعو مش راح تقدروا تاكلوه ما يمدش كي تاكلوه ما يمدش الطعم المليح. كي ترحى راح يمد الطعم مليح ويمد القوام المليح. ها كيما قاعدين نشوفوا نبلو بالطريقه هذه يكون الحشو بتاعنا شويه جاري. في المرحله هذه لازم بعد ما نبلو نخليه يرتاح. في حاله شفت انه نواد كوكو تاعي تشرب نزيد له شويه نسلي ولا كيما نقولوا حنايا الحليب المركز. هنا في المرحله هذه بعد ما حطيته في المجمد تقريبا 10 دقائق نزيد هنايا الطبقة الثانية. أنا عملت 3 طبقات، ما بين كل طبقة نحطه في المجمد ونرجع نكمل الطبقة اللي وراها. هنا لازم نركزوا على الحواف باكي نجبدوها تبقى لنا الشكل مليح، ويعني ويجينا ساهل كي نحيوه من المول تاع السيليكون. يعني ما تفزلناش الكعبة تاع القارص ولا نص الكعبة تاع القارص ما تفزدش، تتنحالنا بكل سهولة. هنا بعد ما عملت الطبقة الثالثة كيف نرجعوا 10 دقائق للمجمد ونكمل. نبدأ هنايا نحط الحشو تاعي كما قاعدين تشوفوا، نحاول اني نسدده ونعمله بشكل مستوي قد قد ما يبقاش فراغات يعني في القلب تاع نصف القارص ولا الحشو تاعنا يولي حاكم روحه قد قد. نكمل الباقي بنفس الطريقة. وهنا عندي هنايا الفواكه المعسلة ولا لي فروي كونفي، انا نعملهم في الدار ويبقاو لي مدة سنة كاملة ما يفسدوش. ونلونهم يعني بعدة الوان. راح نخلي لكم الوصفة، عملتها قبل معاكم، حنخلي لكم رابط الوصفة في اول تعليق ولا تاني في صندوق الوصف. اذا حبيتوا الوصفة راح نخليها لكم. نحط هنايا في الحشو كما قاعدين تشوفوا باه يمدلي تاني طعم مليح في نصف يعني الحشوة بتاعنا. يعني الكمية اللي حابين تحطوها حطوها. انا حطيت في كل نص كعبة تاع قارص حطيت 2. ونكمل هنايا بعد ما نغطسهم في نص الحشوة نكمل هنايا بالشوكولا دايبة. كما قلت لكم الشوكولا ما زدت لها حتى شيء، يعني ما زدت لها والو، غير حطيتها في حمام مائي دابت واستخدمتها. هنا في المرحلة هذه نزيد نرجعها للمجمد نخليها تقريبا 4 ساعة ونبدأ نحيها بالعقل. هنا يعني باه الشوكولا تاعنا تجي فيها لمعة لازم المول تاع السيليكون نكونوا غسلينه مليح قبل. وما بين
كيما نقولوا هنا راح نزيد نكمل الباقي تاع الشوكولا في نفس المول، نزيد نغسلو مليح ونغسلو بالماء سخون ونخليه يشيح باه نقدر نكمل نخدم بيه بتبقالي اللمعة هذيك. أما الحواف هذوما اللي داير ساير نحيتهم بموس ماضي كيما قاعدين تشوفوا. مهم يكون الشكل تاعها مليح كيما قاعدين تشوفوا الصابلي تاعي جاني مليح، بقى الشكل محافظ يعني ما تبدلش الشكل تاع الكعبة تاع القرص. هنايا نلصق كيما قاعدين تشوفوا نلصق بشوية شوكولا ونحط النصف تاع الكعبة تاع القرص. إذا حبيتوا لمعة أكتر يعني تقدروا تعملوا نكري فوق منها يعني ببانسو راح يمد لمعة تاني أكتر وأكتر. كيما قاعدين تشوفوا بالطريقة هذه نكمل الباقي اللي بقالي ونزيد نشوفوا التزيين اللي راح نعملوه مع بعضنا كيفاه راح نزينوه. هنايا عندي عجينة السكر عملتها قبل معاكم، تاني راح نخليها لكم في صندوق الوصف اللي يحب الوصفة. رشيت شوية نشا في المول تاع السيليكون ولا في الطابع لكن عندكم طابع تاع الأوراق، وبطريقة يعني سهلة نلصقوهم بشوية مربى كيما قاعدين تشوفوا. الورقة نحطوها من الجهة تاع الطابع تاع الصابلي اللي يكون ما فيهش يجي كامل مدور، مش يعني من تحت. هنا الوصفة تاعنا واجدة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونقول لكم ما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة، ونقول لكم سلام، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.